السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هذا الكتف مشوي في الفران على طريقتي مع الرز من السم. كيجي بنين بزاف واهم حاجه ساهل ومسربي. بقاو معايا تشوفوا الطريقه. هنا اول حاجه عندي بصله صغيره قطعتها طويله، ضفت عليها معلقه صغيره ديال الخل الابيض، وغنضيف معلقه صغيره ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال القزبور اليابس، كذلك معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الزعتر. عندي هنايا السمن، غندير معلقه صغيره، تقدروا تعوضوه بالزيت البلديه اللي ما كتبغيوش السمن. وهنا عندي معلقه ديال الثومه مطحونه. هنا كناخذ هذاك الكتف كنمسحو من الماء مزيان، كنشفو، وكناخذ هنايا ديك العطريه اللي طحنت مع البصله والثومه راكم شفتوا، وغنبقى كندهن ونبقى نحاول ندخل العطريه في وسط دوك الفلحات اللي فلحتهم بالموس هكا باش تدخل العطريه لداخل ديال اللحم ويجي من السم ويجي بنين، ما يجيش باسل. هنا كناخذ هذاك البابي كويسون او الورق ديال الزبده، كنكمشو كيف ما كتشوفوا، وغنكب عليه الماء طايب هكذا باش كيرطب وكيعطيني الطوع فاش نكون كنلمط به اللحم، وباش اللحم كيبقى رطب ما كيجيش ناشف ويتشرب في الفران، ويجي اللحم ديالو قاصح، كيبقى رطب وزوين وفتي اهم حاجه. غنخليه هكذا يرقد في الماء سخون تقريبا واحد 10 دقائق ولا، وعاد باش نجبدو. هنا فرشت الالومنيوم، فرشت عليه البابي كويسون صافي، وكنبقى كنلمط هذاك الكتف مزيان، ما كنسى حتى شي بلاصه كيتلمط مزيان، وكنعاود ليه بالالومنيوم. الالومنيوم كنضوبلو واحد 3 حتى 4 ديال المرات، خاصو يتسد مزيان. صافي من بعد ما كان نجمعو مزيان كنغلفو، ما كنخلي ليه حتى شي بلاصه منفسه، كندخلو الفران
انا درتو ساعتين حيت الكتف عندي صغير. الساعه الاولى العافيه كانت مجهده، ومن بعد ما دازت ساعه نقصت العافيه متوسطه حتى ل 150 درجه، وخليته كمل الساعه الثانيه عاد باش جبدته. هنا في الوقت اللي اللحم كيكون في الفران غادي نوجد الروز. هنا درت 3 ديال الكيسان د العنبه، واستعملت الروز بسماتي هو اللي كيجي زوين بزاف في هذه الوصفه. صافي وغادي نبقى كنغسل الروز، كنحيد ليه داك النشا حتى كيصفى. هاد العمليه كنعاودها شي 3 ولا 4 ديال المرات حتى كيبدا يبان لي الماء راه صفى. وهنايا الروز من بعد ما كيصفى كنعاود نبدل ليه الماء ونغطيه واحد ربع ساعه كيرقاد. هنا غادي ندوز ناخذ الطاوه فاش غيطيب الروز. غنضيف قياس 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون ومعلقه صغيره ديال السمن، تقدروا تبدلوه بالزبده. انا واخا استعملته 2 مرات حيت ما حارش بزاف، خفيف كشي علاش. غنضيف عود ديال القرفه، قزبور اليابس حبوب معلقه صغيره، نجمه الهيل حبه وحده، وقع قله 4 ديال الحبات، ورق سيدنا موسى 4 ديال الوراق، والبزار خضر معلقه صغيره، وبصله صغيره مشلضه. ضفت 3 ديال المزاود حارين، وغنضيف القياس ديالي ديال الملحه. هنا دازت ربع ساعه على الروز وهو راقد، صفيته من الماء وغادي نضيفه في الطاوه. وغنضيف عليه قياس 3 ديال الكيسان د الماء، بصح الماء يكون طايب. غنخليه على عافيه مجهده من حيت يبدا يطبخ طلع فيه الغليه. غنسد عليه تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. من بعد ما دازت 3 ديال الدقائق غادي نقص العافيه حتى لحد ونحسب ليه 10 دقائق. فاش كدوز 10 ديال الدقائق راه كيبدا يدخل فيه الطياب كما كتشوفوا، راه طايب ولكن راه باقي فيه شويه ديال الماء. غنضيف عليه شويه ديال الزعفران شعره اللي رقدته في الماء سخون، وغنعاود نسد عليه واحد 5 ديال الدقائق على عافيه مهيله دائما حتى كيشرب. وهنا من بعد ما شرب هو كي كتشوفوا يجي زوين طايب، ما معجن ما والو، كيجي حبه على اختها. وهنا صافي راه الكتف دوز ساعتين في الفران، راه طايب. صافي غادي نخرجو نحيدو من البابي الومنيوم ومن هذاك الورق د الزبده اللي كنت درت. الريحه طالعه منه يا سلام، بنينه. والطياب كما كتشوفوا تبارك الله راه جاي طايب مزيان، اللحم مفروق على العظم. هنا للتزيين غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزبيب، درتو في شويه ديال الزيت سخون وقليته، كيجي هائل. وهذا هو الشكل النهائي. قدمته بهذه الطريقه مع شويه ديال اللوز، جا زوين وبنين بزاف. ها هو كيهضر على راسو من ناحيه الطياب، المذاق، كل شيء جا غزال. الناس اللي ذاقوه عندي حماقوا عليه في الصراحه. ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه ويعجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. وخليتكم على خير وبالسلام عليكم.